لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني حفصة وحفتاونو لوانا كان تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بس رزامن رب العالمين وهوادار مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. بەڵێ خۆشەویستان لە درێژە و ئاتانی کە رب العالمین باز لە قسەی سەیدنا لوط دەکا عەلەیهی سەڵات وسەلام لەگەڵ قەومەکەی لە دوای ئەوەی کەوا ئامۆژگاریان دەکات بانجیان دەکات لەو عەقیدەی تەوحید و هەروەها وازهێنان لەو کارە قێزەوەی کە ئەوان ئەنجامی دەن ئیتر ئەوانیش لە وەڵامی ئەو دەعوە بانگەوازەدا بڕیار دەدەن کەوا لوط عەلەیهی سەڵات وسەلام لەگەڵ ئەوانەی ئیمانیان پێهینایە دەریان بکەن لە شار وڵاتەکەتان. دیار تفاصيل تر لسورة تر بخواي قول باس كربام ليرة يكسر دفن فأنجيناه وأهله. لوط عليه الصلاة والسلام لقل أواني كوا إيمانيان بينها بتنها دوك سكيب وكو باسي دكا لو دفن وأهله كواتب خويو أهلكي وعائلكي كوا سكاني لقل دابون إلا امرأته تنها خيزانكي نبي كوا أيش إيماني بينه نابو كانت من الغابرين. کاتە خێزانەکەشی لەو کەسانە بووکەوە لە ناو عەزاب مایەوە ئەویشیان هەمان سەرنجام بەسەری هات وەکو بەسەر قەومەکەی هاتکەوە پێ ڕازی بوو بۆ کارە قێزەونەی ئەوان ئەنجامیاندا ئیمانی بە لوط نەهینا بوو عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەگەر چی مێردیشی بوو. فأنجيناه وأهله وكل تفسير قاسمي دڵێ فأنجيناه وأهله أي ومن يختص به من ذويه واتە نەجاتماندا لەگەڵ ئەوانەی کەوا ئەهلی بوون ئەوانەی تایبەت بوون بەوی لە عایلەکەی ئەو من المؤمنین لطیبهم یان ئەوانەی کە ئیماندار بوون لە بەرەوەی پاک بوون تەنسیب دەکرێنە سەرەوی. بەڵام وەکو ابن كثير رحمة الله عليه دەڵێ ولم يؤمن بي أحد منهم سوى أهل بيته فقط. سبحان الله. لەو شار وڵاتەدا کەس ئیمانی پێ نەهێنا تەنها عایلەکەی خۆی نەبی أوانش طبعا بس سكاني كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لسورة الذاريات كواتا بيشوي عذابك به فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أو إيمان داربون لنا أو قوما كافرة درمان هنا هيز مالي شي تيدا نبوك ومسلمان تنهى يقمار نبكويش مالي لوط عليه الصلاة والسلام كاتب خويبة عائلكي لناو عائلكشي إلا امرأته خيزانكي أويشيان نزاتي نبو أي فإنا لم ننجها أو ما النزات ندى لبرتي لخبثها أويش لقل بيسكام بو. قال ابن كثير إنها لم تؤمن به أو خيزاني لوط عليه الصلاة والسلام إيمان بلوط نهنا عليه الصلاة والسلام بل كانت على دين قومها بل كل سردين قومكي خويبو تمالئهم عليه كواتيان متي أواني ددا لدجي لوط سبحان الله وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه وهروها خبري بيددان خبري بو قوم بيسددا كاتيغر لوط عليه الصلاة والسلام ميواني بهاتبا بإشارات بينها وبينهم إشارتك لنواني أنهبوا أجر لوط عليه الصلاة والسلام ميواني بهاتبا أو إشارة ددا قومكي كوالب ميواني هاتيا. ولهذا لما أمر لوط عليه الصلاة والسلام ليسري بأهله كاتك لوط عليه الصلاة والسلام فرماني بيذكره كوا بخوي وبعائلكي دربة بشو لو شاردا لبروي عذاب ديت السري بس بينكي
أمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من البلد فرماني بيكرا كوا أو خزاني آقادار نكاتو بو قضية درسونيانو لقال خوشي نيبا ومنهم من يقول بل اتبعتهم هندي تشج لزانا دلين بلكو أويش كهستي كل لوط عليه الصلاة والسلام لقل سكان رويشتن أويش بدوايان دارويشت فلما جاء العذاب التفتت هي كاتك عذاب هذا بس تنها أوريدا ولا قومكي فأصابها ما أصابهم يتر أوي بسر هاد كوا بسر قومكي هاد والأظهر بلام رأي بهيستر أوي أنها لم تخرج من البلد درنتسو لشاركة ولا أعلمها لوط عليه الصلاة والسلام أقداري نكدو بل بقيت معهم لقال أوان مايو ولهذا قال ها هنا إلا امرأته كانت من الغابرين تنها خزانكين لنا وأهل عائلة لوط كان ذات من تنها خزانكين بي أو يعني كانت من الغابرين أي من الذين غبروا في ديارهم أي بقوا فهلكوا وتخزانكي لوط عليه الصلاة والسلام لقال أو كسان بكما ولو ولا تشارد ولقال أوانج لناوتسو وهو تفسير باللازم كواتهندك من الغابرين طبعا ما غابر معناه ما نوده يتر لقالوا أنش للناس هذا الشيء كسر دلن من الغابرين أي من الهالكين وهو تفسير باللازم بهر حال ولبيان استحقاقها لما يستحقه المباشرون للفاحشة سبحان الله طبعا أفرد بو أو قوما أو كارقي زونيك أجزاميان دا بياو دس ولا بياوي أو أفرد بو لولا قلوان عيني بهمان شي وهمان سزاي بسردا سبينرا أبرو رازيبو بكاركي أوان رازيبو بكاركي أوان وهروها إيماني شبلوط نهينا أبو عليه الصلاة والسلام لو همان مصير تسارنوس سارواني كر أخوابنا من دا لا تفسيري مع تفكر دلي وجاء بيان إنجائهم في نص آخر شوازي نزاد بونكيان خواهي يقول لزي قايد كلمان باس كده أبانا لو يدري أبانا رونيكتو أن الرسل من الملائكة المأمورين بإهلاك قومه قالوا له طبعا ديارة وكل زي قايد كخواهي يقول تفاصيل في الدكوة أو ملائكتان لسر شوازي تسنقان زيك هاتنا لاي لوط عليه الصلاة والسلام يكم زار أوش نيزاني وأنا ملائكة يتقومكي هاتن درقان ليقن لبرو خيزانكي لوط خبري با قومكي دابو كوا ميواني هاتن درقي لوط يانقر كوا أو كارقي زمنا لقل ميوانا كان شي أنزام بدن يتلوط عليه الصلاة والسلام زور بعلاز بو لو حالتر لبروي هستي بشر مزايد ذكر وميواني هاتيا أنش هاتين درقان اللي قلت لبا أو كارقي زمنا أو زال لوين دري باشان ميوانا كان خوان آشكرا دكن ويكوا لن يصلوا إليك خمد نبي دستيان ناقاتتو بقاتما ناقاتتوش لبروي أما بملائكتين وخبريان بيدا كوا عذاب ده تسريان لبوس بين زو لو أو شوا دبي درب تسيب خوتبا أواني كإيمانيان بتو هنا وكو أوزال مع التفكر دله أوان بيدل لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك خفد مخو ما ترسي إنا منجوك إيما نجاة الدين بخوت بأهلكت إلا خزانك النبي ثم قالوا له عند اقتراب الصبح نزال بربيان بو هشتانا قيشت بو بياني بربيان بو فأسري بأهلك بقطع من الليل فيان قد لبشيق لشو بخوت با أهلكت كوا قلت ماك سكاني بون إيمانيا بينا والدرب سنليرة ولا يلتفت منكم أحد أورج مدن ولو قومي إلا امرأتك تنها خزانك النبي إنه مصيبها ما أصابهم لبرو خزانك شد أو عذابي بسردك وبسر قومك يدي إن موعدهم الصبح موعديان بيانية أليس الصبح بقريب بيانية نزيك نية أول سورة هود بوشوي هاتي جاوك وندق لزانان دفرمون كاتك كدلي إن موعدهم الصبح موعدي هاتيني عذاب لوسر أو قومي بيانية كواتلير دا دلي والله أعلم واد تصور ذكري لود بلي بياني دورة إستا بيت السريان أليس الصبح بقريب هذه بياني نزيك نية سبحان الله هلا ما عارف تفكر دلي كانت من الغابرين دلي غابر لزمانواني دا بدو ما نادي الغابر الماكث في موضعه الذي لا يتحول كوات ما نولا زيقا كوا نسي برو زيقا شديكا معناه يدوم الذاهب الماضي الذي لم يبقى له وجود
الذاهب الماضي واتأوي رويشتي وبويت رابردو وجودي نمايا إتر. وكل من هذين المعنيين ينطبقان على قوم لوط وامرأته معه. هردو مانا لو بدو مانا غابر لسر قومكي لوط عليه الصلاة والسلام لسر قومكي وخيزان كشك لقال ياندابو لسريان زي بزي دبي. فقد مكثوا في الموضع الذي نزلت فيه وسائل التعذيب والإهلاك. لو زي مانوا كوا عذابي هات السري ولم يستطيعوا أن يتحولوا عن نانتواني ليرة دربتسن. وبعد إهلاكهم باشوا إلى ناوتون ذهبوا إلى فناء أجسادهم مع الذاهبين رأيشتن إتر لا شيئا لناوتو ومضوا مع الماضين لقر رابردون فلا وجود لهم في الحياة الدنيا. وجود يانما لسر جياني دنيا. واستعمال اللفظ في معنيه أو في معانيه التي لا تناقض بينها ولا تضاد من الإيجاز البديع في القرآن المجيد. كواتا لزماني عربي كوا أو كلماتها أو كلماتين كوا دو معنى زيادة لما دا بخشن معنى كانش لقلك تيك ناجيرين يتن معنى نص كفرة وانتر دكاتن أو الشيء لأسلوب كان إيجازة كوا بكمترين عبارة زورترين معنى دا بخشي يتربو الشيوية. خيزانكي لوط عليه الصلاة والسلام خيزانكي كوا بي باوربو لقل قومكي بهمان شيوة كرازيب بكار فاحشك أوان هر هميان عذابيان هات سر أوانيش تون زبلداني ميجو. توكل دواتر دفر وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. باران ما بسردا باران دن سبارانك باران عذاب دي تماشاك عاقبة سرنزامي كساني تاوان بارد بتشي ويقبو. وأمطرنا عليهم مطرا أي وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيبا غير متعارف. وكل قاسمي دله بارانك ما بسردا باران دن بارانك كوان ناسراو نبو بباران يعني بس نابي باران بلوي بيقو ترابان البرو الأسمان وهات أجن أخو باران نبو بركو عذاب وهات سريان. وخواي قول دفنمي وأمطرنا لسورة الحجر وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. واتا برد من بسردا باران دن برد بارينك ولا سجيل بو سجيل سيا أي طين متحجر لقر أو زا وشك بوا وكو برد لاتبو برد باران ما كردن. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. تماشاك عاقبة مجرم كان كوبو أي هؤلاء الذين أجرموا بالكفر وعمل الفواحش أوانك أنواع تاوانيا أنزام دا لكفر لأنواع فاحشي قيزون كيف أهلكناهم باتشي ويقلنا ومن بردن. وانظر تعجيبا من حالهم تماشابك سر السرب من الحال يانتيان بسرهات وتحذيرا من أعمالهم بترسين لكارو كدوكاري أوان. فإن من تستولي عليه رذيلة الدعارة هركسك دلكي بوشي أو فاحشي قيزونا كاتكوا استيلاء لسرد لكي كردو دا صلاة بسر داقر تكبحه عن التوفيق نفسا وجسدا. يتر كاتكوا هاد دليك أو فاحشي استيلاء لسر كر سبحان الله دبي تحائلك وكوسبك لنوان أو لنوان توفيق لنوان أو كويار ما تبدري بلو كردويتساك. وتوريده موارد الهلكة والبوار لنتيجة برو تشندري دبا برو بهلاكتوني دبا جزاء ما جنى لهم اتباع الأهواء لبران بر أو كوا اتباع أهواء عارز وكان خوانكر أو هان بسر هات. وكلما عشت تفكر الله فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أي فانظر نظر تفكر واعتبار بسنة الله في عباد المجرمين. تماشاك فكري لبكو بندو آموج قاري وربقر لسنة رب العالمين بتشيوك تعامل لقلب بندكاني دكاكاتك ومجرم بون كيف كان عاقبتهم الوخيمة التي عاقبهم الله بها. عاقبة سرنزاميا تنخرابك أخوائي قولا سزاندة بمقتضى عده الذي هو مظهر من مظاهر حكمته جل جلاله. كاتك أخوائي قولا سزاي بندكاني ددا لسرت أساك سزان ددا ظلمي على ذكاء والعياذ بالله نه بو بري عدالة لقليان دكاتن أخوائي قولا سبحانه وتعالى سزاد دا وبو بر رحمتيش
تعامل لەگەڵ بەندە ئیماندارەکانی دەکات. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الخطاب موجه على سبيل الخطاب الإفرادي لكل مؤهل لأن يسمع الخطاب ويفهمه. خطابك ليردا توجيه همو تاكيك دكري أو كسيكوا دخيني توجيه لدبي تيدقا. هو الذي يتعظ فلا يكون من المجرمين. تاوك بندو آموشقارو أربقلنيتا ريزي مجرمان وتاوان باران حتى لا يعاقب بعقاب يكون فيه عذاب وهلاك في الدنيا مع عذاب آخر مدخر إلى يوم الدين للمجرمين. كواتا تاوك بندو آموشقارو أربقري أو سزايك بسر مجرم كان هات بهمان شوا أو سزايا بسرينية كوا هم لدنيا دا بهلاك دادسي هم لقيام. سبحان الله يعني أو كساني كوا كاري قيزون أنزام ددن أو زا بابني فاحشة هم بمعنى زنا هم بمعنى عملي قوم لوط هم بمعنى نيربازي أجر بيت توبنا كانوا بشمان نبيو تماشاي تاريخ بك أغلبيا أجر بابني الشرع خوا حاكم بأواس زي خوا بابني حكم خوا بس داسة بيندرايك ومعلومة عملي قوم لوط بتايبتي أو كسيكوا أو كار أنزام بداتا شكو جمال لوي دانية وكو حديث صحيح في غمرها صلى الله عليه وسلم فقتل الفاعل والمفعول به أو كوا كارك أنزام دا أو كارك لسر أنزام دري بشرتك بي رازي بي طبعا نقوى كنت عدا وظلمه سزا كان لشرع إخوة بيست بكرجنا أو ذا خلاف لسونيته لكيفية شواز زي بذكرني حد كيه يتلقى شرع إخوة حاكم بي أو أنا ذا كجرين أجر شرعي خواش حاكم نبي تماشي تاريخ بك تاريخ شاهدة أوي كوا أو كارقي زونان أنزام بدا أجر بشريعتي خواش حد يعني لدر نكرت إلا كجرين بسبب أسباب مكان إلا قدرا خواي جوروك ابن القيم رحمة الله عليه درت إلا خواي جور بقدر خواي واي كردي كوا أو أنا بكجران دردسن للدنيا. سبحان الله لولا زور بيت زي جاي كان يجي القرآن في لازم ملاحظة بكي كباسي لفاحشة كردي باسي لقتلش كردي أو دوا زور زور لقال يكتري باس كرينا إلا ما قر كسك توبك خواي جور برحمة خوي ستريب كات أجرنا أو كسك بردوام بي لو فواحشانا إلا بكشتنيج لو دنيا دستدريو عقوبة آخرة تجد مني أجر بيتو توبة لسنا كبي خوا بنامان ده. ويتر بوشة أو قصة تواو دبيتن باسي سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام لقال قومك لدواء ويكوا همو شوازك دعوي كرنو بانجوازا كرنو نصيحت كردن بلام أوان بهيت شوك آمادا نبون آموش قاريا كان وربقنو بابن بن بشريعة إخوة لا نتيجة دا أوانش لنا وتونو وكو كافر كاني بيشو إخوان تونو وزبلداني ميجوش قيامتش تاوروان عندك أخوة بنامنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.